السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم من جديد بفيديو من عند الحمام. النهاردة الفيديو مهم جدا جدا لكل مربين ومربيات الحمام. عشبة أو بذور مهمة جدا جدا في تربية الحمام، بتساعد على زيادة الإنتاج وبتعالج البيضة الرايقة وبتعالج الإسهالات، اللهم بارك، وبتقي منها وبتقوي المناعة عند الحمام وبتعالج نزلات البرد وبتقي منها برضو. بسم الله ما شاء الله. العشبة دي او البذور ديت معجزة يا جماعة، قدموها للحمام مش هتندموا ابدا. شوية ب5 جنيه هتجيبوهم هيكفوكوا شوية كتار. بسم الله ما شاء الله. هتحطوا منهم معلقتين على كيلو الكلفة وهتقلبوهم كويس جدا جدا وهتقدموهم للحمام. بتفتح شهية الحمام، بتخلي الحمام ياكل كويس جدا جدا، لان طبعا في حمام في الصيف ما بياكلش كويس. وهتلاقوا حجم الزغاليل ممتاز جدا لانها بتفتح الشهية وبتساعد على الهضم. العشبة دي او البذور دي من اقوى مضادات الاكسدة، بتقي الحمام والطيور من الامراض السرطانية وبتنظف الكبد من السموم وبتساعد الحمام على الانتاج. يعني لو حمام معوق عندكم بسم الله ما شاء الله، لما تدوا البذور ديت هتلاقوا الحمام انتج بسم الله ما شاء الله، والانتاج يزيد عندكم والخير يزيد، وكمان حجم الزغاليل لانها بتساعد على التمثيل الغذائي للحمام، بتخلي الحمام يهضم الاكل كويس جدا جدا، وبتساعد ان الزغاليل يبقى وزنها كبير لان معدل التمثيل الغذائي عندهم بيبقى عالي وبيهضموا الاكل بسرعة بسم الله ما شاء الله. فبيبان على حجم الزغلول وحصلته بتبقى مليانة على طول لانها فاتحة للشهية ومهضمة للطعام. بسم الله ما شاء الله. حاجة رخيصة وموجودة في كل بيت وموجودة عند العطارين. هتجيبوا منها ب5 أو ب10 جنيه وتخلوها عندكم وتقدموا منها للحمام مرتين في الاسبوع. اول مرة 3 ايام ورا بعض، وبعد كده مرة او مرتين في الاسبوع. هتلاقوا خير وهتلاقوا انتاج عندكم لانها غنية جدا جدا بالكالسيوم وبالمغنيسيوم وبالفوسفور بسم الله ما شاء الله، وفيها فيتامين ايه وفيها فيتامين سي، يعني بتقي من نزلات البرد. والعشبة دي او البذور دي كمان مهمة لينا جدا جدا يا جماعة، لانها بتفتت حصوات المرارة وحصوات الكلى. يعني بتفتت حصوات المرارة وحصوات الكلى وبتساعد على التخسيس لينا كبشر يعني. اما للطيور طبعا مش بتخسسهم يعني، لان احنا بنقدمها مرتين في الاسبوع ومش بتعمل معاهم اي حاجة، لانها بتزود الانتاج وبتعالج البيض الرايقة بسم الله ما شاء الله. واي حمام عندكم معوق في المكان هتلاقوه انتج بسم الله ما شاء الله، والانتاج هيزيد ويكتر والخير عندكم هيبقى بسم الله ما شاء الله. طبعا الهدف من الفيديو والهدف من الحاجات اللي احنا بنقدمها دي زيادة الانتاج وزيادة الخير، والحاجة اللي احنا بنجربها وبتنفع معانا وبتجيب نتيجة كويسة جدا بحب اقول لكم عليها لان انا مجرباها كتير مع الحمام. جربوها ومش هتندموا ابدا، ومش هتلاقوا بيضة رايقة ولا هتلاقوا ان الحمام عندكم بقاله فترة مش بيبيض. هتلاقوا الحمام زي الساعة عندكم بينتج على طول بسم الله ما شاء الله، وهتلاقوا الخير وهتلاقوا الانتاج مستمر صيف او شتاء. وان شاء الله دلوقتي هيبقى نوريكم الانتاج عندنا عامل ازاي في عز الصيف بسم الله ما شاء الله. الا ان كان بقى في زغلول بيتكبس في البيضة او حاجة، فده ساعات بيبقى اهمال مننا احنا، لان احنا المفروض في اخر 3 ايام قبل البيضة ما تفقس ان احنا بنخلي الحمام يستحمى بمية بخل او بنرش البيضة بمية بخل. يعني الحمام لما يستحمى في مية بيرقد على البيض فبيضطر للقشرة، لان الرطوبة العالية في الجو والحرارة الشديدة بتنشف قشرة البيضة وتخليها ناشفة، يجي الزغلول يخرج فيتكبس جوه البيضة من شدة الحرارة. فاحنا نكون واعيين وفي اخر 3 ايام نحسب للحمامة، في اخر 3 ايام نبتدي ان احنا نرش ببخاخة كده فيها مية بخل، نرش البيض. العشبة معانا هي او البذور اللي معانا النهاردة هي الكرفس او البرطمان ده مليان بحوالي 10 جنيه حاجة زي كده، وبقاله في عندي فترة بسم الله ما شاء الله بقدم منه وبستخدم منه استخدام شخصي في البيت.
ممتازة جدا جدا، بتقي من حصوات المرارة وحصوات الكلى، وبتساعد على تفتيتها. بسم الله ما شاء الله. بتقوي المناعة جدا جدا سواء في الصيف او الشتاء، وفيها زي المضادات الحيوية، يعني مقاومة للبكتيريا والفيروسات. زي ما حضراتكم شايفين كده الكلفة اهي. هبتدي ان انا احط عليها حوالي زي معلقتين كبار بالويم كده، وابتدي ان انا اقلبها واقدمها للحمام. هياكلها مع الكلفة عادي جدا جدا وهيستفاد بيها، ان فيها زيوت طيارة كمان بتساعد على نمو الريش. الزيوت اللي في البذور بتساعد. هم كبوها مني للاسف على الارض اهي، كنت حاطه البرطمان على جنب وهم جعانين فقلبوا فدلقوا البرطمان. يلا الحمد لله حصل خير. المهم ان احنا نحط لهم المره دي. شايفين بقى الانتاج بسم الله ما شاء الله. دول زغاليل مش حمام كبير، قول اللهم بارك يا جماعه. دي زغاليل حمام مش حمام كبير. شايفين بط صغير اهو، اللهم بارك. لما تهتموا بالحاجه وتقدموا لها حاجات من عندكم من البيت احسن من الادويه، واحسن من الادويه البيطريه، واحسن من الادويه البشريه اللي الناس بتجيبها وبتقدمها للطيور. وطبعا الوقايه خير من العلاج. زي ما انتم شايفين كده الاحجام، شايفين بسم الله ما شاء الله. ودي رقده اهي، ودي فوق عندها ولادها بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين الاحجام في الصيف عامله ازاي؟ فوق رقده اهي، تبارك الله، اللهم بارك. ودي تحتها عيالها، اللهم بارك. انتاج يفرح يا جماعة والله، وحاجة تفرح. في طبعا حاجات في العالي انا مش بعرف اصورها، بس المكان كله خير وكله انتاج بفضل الله. واللي على الارض دي زغاليل، الاسود ده زغلول، وكل الصغيرين دول زغاليل صغيرة طارت من العش ونزلت تحت. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا جماعة. ما شاء الله. ده زغلول كريمي، اللهم بارك. بط صغير اهو، تبارك الله. شايفين حاجة يعني تفرح. انا كنت شايله الادراج بتاع السلكات لان كنت هجيب ادراج تانية من بره، ودول عندهم زغلول اهو. شايفين الاحجام، ودول معاهم ابنهم بسم الله ما شاء الله. طبعا ما ينفعش ان انتوا تسيبوا السلكه من غير ادراج كده، لان طبعا الحمام ممكن يلوث المية بتاعت بعضيه، فاحنا لازم نركب الادراج في نفس الوقت. انا كنت بنضف وشايله الادراج وهرجعها على طول. بسم الله ما شاء الله. شايفين الانتاج؟ عفوا على التصوير يا جماعة، شكل الكاميرا فيها حاجة، بعد ما بصور كده بلاقي التصوير الشكل ده. ودي رقدة اهي بسم الله ما شاء الله. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.